واهلا بيكم في فيديو جديد ووصفه جديده. ووصفه النهارده مش اي كلام، دي وصفه بقى ايه، هو ده اللي ملهوش حل. معانا الفطير، عملنا من نص كيلو ده الحادق، وعملناه بحشوات مختلفه، وده الحلو اللي عملناه بالقرفه وجوز الهند. وتعالوا ندوقهم. بصوا شايفين بس بيتكسر ازاي ومخرفش ازاي، شايفين مورق قد ايه، غير شكلها ايه، حاجه كده هشه وطريه ازاي. طب شايفين الورق، حاجه كده ايه ملهاش حل. هو ده الفطاير ولا بلاش. وادي الحلو بتاعنا، شكلها جميل قد ايه. تعالوا نفتحها كده، حاجه كده شغل فاخر من الاخر. وقبل ما نبتدي الوصفة، اللي أول مرة بيشوفني، أنا اسمي سامي، واشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. ولو عجبكم الفيديو لايك وشير، ويلا بينا على الفيديو. ومعانا نص كيلو دقيق، ومعانا هنا معلقتين سكر، معلقة خميرة، معلقة صغيرة بيكنج، معلقتين لبن بودر، رشة ملح. وهنحط كل المقادير دي على بعضها كده. وتعالوا معانا نص كوباية زيت وهنقلبهم. ومعانا مية دافية، هناخد كوباية وربع، في يعني بياخد من كوباية وربع لكوباية ونص، ولو عايزة مية تاني هبقى احط لها. وهنقلبه، وبعد كده هنروح على العجان نعجنه. ما عندكيش عجان اعجنيه على ايدك. وكده العجينة بتاعتنا خلصت، شايفين طرية وحلوة ازاي، ادي شكل العجينة. وهنغطيها ونسيبها لحد ما تخمر. والعجينه خمرت عندنا، شايفين بقت قد ايه. وهننزلها نقسمها نصين، هنحطها في البوله ونغطيها. وهنبتدي نفردها، نعملها مستطيل. فردناها، شايفين السمك بتاعها رقيقه على قد ما تقدري يعني. وهنجيب الزبده وهنبتدي نمسحها بالزبده زي طريقه الفطير اللي كنا عملناه قبل كده. اخدت معانا ربع كوبايه زبده، هو القالب معانا بيبقى نص كوبايه، خدنا نصه. وهنيجي من الطرف كده وكده ونقص للتلت بس، والاخيره تكون اعرض شويه. هناخد الطرف ده كده ونفرده، نشده على الطرف ده بالشكل ده، ونبقوا جايبين الطرف ده نحطه عليه كده ونفرده برضو. وبعدين هنيجي نقلب دي في النص كده، وناخد الطرف ده. شوفي هنحط دي كده ونفردها برضو كده ونتني. جربوا الفطاير دي وهتدعولي، بجد خرافة وسهلة جدا. واحنا بنتني الفطيرة بصي بنشد ازاي، تشدي كده كل مرة، شدي كده علشان تبقى الفطيرة في النص بالظبط كده، ونفردها من كل الجناب. شايفين سهلة جدا، والعجينة سهلة وطرية وحلوة قوي. شفتوا بقى عايزين الاخيرة عريضة ليه؟ عشان تغطي كل العجينة من الجناب كلها ومن كل الجهات بالشكل ده. بصي كده، وتغطي معانا الجهات كلها. نحطها في التلاجة، بس هنغطيها بنايلون. وهنعمل الكورة التانية، هنعمله بنفس الطريقة بالظبط، ونحطهم في التلاجة لمدة ربع ساعة. طلعناها من التلاجة بعد ربع ساعة، وبعد كده نفردها بالشكل اللي انتوا شايفينه. ومعانا قرفة على جوز هند على سكر على فانيليا، وهنرشها كلها بالشكل ده. وكده بعد ما فردناها كلها هنبتدي ايه نبرمها بقى. وهنقلها على ورقة الزبدة. وتعالوا بقى نعمل الشكل اللي هنقول لكم عليه. هنيجي بالمقص ونعمل كده، وتنقليها على جنب، وبالمقص تاني كده وتقلبيها على الجنب التاني. شايفين بعمل ايه كده،
وانقلها على الجنب التاني. ونبتدي ننقلها على الصينية، وهنسيبها لما تخمر ندهن وشها قبل ما تدخل الفرن. ودي الفطيرة التانية اللي هي هنعمل نحشيها حادق. بصي بقى، دي هنعملها كده، هنقسمها بالنص، وهنيجي من هنا نعمل حتة كبيرة كده ونسيبها، وبعدين الباقي هنقطعه شرايط رفيعة. معانا زيتون، فلفل اخضر، بصل اخضر، بسطرمة، دي فراخ متعصجة، وممكن جبنة شيدر، جبنة موتزاريلا، اللي موجود عندك ممكن تحطيه. ودي الحتة العريضة اللي هي من الطرف اللي احنا قلنا نسيبها، نشوف هنعمل بيها ايه. بصي هنمسكها نقسمها من النص كده عشان نعمل يعني اشكال مختلفة، لكن هياها العجينة وهياها الحشو، بس هنعمل ايه يعني اشكال مختلفة. بص دي كده، هناخد الطرفين دول كده علشان الحشوة ما تطلعش بره، ونبتدي نلفها بالشكل ده كده. هنعملها برضو بشكلين، اللي موجود عندك احشبيه. هنقفلها كده، شايفة؟ وهنيجي جاية من الناحية التانية كده كده، بقت عندنا مثلث اهي. شايفين الشكل ده؟ ممكن نعمل بيه طريقة تانية برضو، هتخليه مستطيل زي ما هو كده، وهتحطي الحشوة بتاعتنا ونبتدي نلفها على ما هي كده زي ما هي اهي، زي الساندوتش. ومعانا صفار بيضة مع شوية لبن، ونبتدي ندهن الوش، ويكون الفرن عندنا جاهز على درجة 400 اللي هي بتساوي 200. ودي الحلو اللي بالقرفة وخمرت، ودهنتها برضو بالبيض. وكده خلصنا خبيز، واتفرجوا بقى على الجمال. شايفين الكمية قد ايه؟ من نص كيلو دقيق، بس في 3 وحدات انداقوا، يعني 4. ده بقى صوت القرمشة. وكده خلصنا الفطاير بتاعتنا، شكلها بجد تحفة جدا. ده الحادق وده الحلو، وايه رأيكم؟ مش بجد بجد يستاهل التجربة؟ لا، وايه بجد بجد طعم وريح.